دي كيلو مكرونه اقلام. بحط الاول الميه تغلي وبعد كده بحط المكرونه واسيبها لغايه ايه ما تتسلق. طبعا بحط لها معلقه ملح. هنا بقى عشان هعمل الشاورما بحط طاسه على النار الصينيه واحط فيها بقى معلقه سمنه حلوه. طبعا دي معلقه سمنه فلاحه، كل ما تبقى السمنه يعني نوعيتها حلوه طبعا بتخلي الاكل طعمه حلو. احط الاول الشاورما واديها تقلبتين وبعدين احط البصل والبصلتين انا مقطعاهم برضو بنقلب الاول تقلبتين كده بالترتيب، وبعد كده احط الطماطم واقلب برضو تقلبتين، وبعد كده احط فلفل الالوان. فلفل الالوان ده بيخلي الاكل طعمه حلو جدا. هقلبهم بقى كده في بعض واسيبهم بقى لغايه لما الشاورما تستوي والطماطم بقى ايه تتسبك بقى فيها كده. هنا بقى حطيت ملح وبابريكا وكاري وبهارات فراخ وملح وفلفل اسود طبعا. بس بقى كده واسيبها بقى ايه لغايه ما تستوي خالص ومبقاش فيها بقى ايه لا ميه ولا حاجه. هنا بقى هنعمل البشاميل. طبعا انا حطيت معلقتين كده سمنه محترمين مع معلقه زيت عشان تاخدي منها القطعه تعملي رجيم اسبوع اسبوع. هنا بقى ايه انا حطيت السمنه. ده كيلو، انا هعمل كيلو مكرونه بحط له يعني هعمل كيلو لبن بحط 4 معالق دقيق، بس 4 محترمين كده يعني 4 كده ايه المعلقه ماليه مركزها. وبحط بقى الدقيق واقلبه بقى كويس وافضل اقلب فيه لغايه ما يفضل لونه يفتح. كل بقى ما اللون ما يفتح تعرف ان هو ايه كده بقى ايه مظبوط يعني. هنا بقى بيبقى انا مجهزه المضرب عشان بحط اللبن بحط كله مره واحده وابتدي بقى ايه اقلب بسرعه عشان ما يكلكعش. طيب لو كلكع منك وعمل تكتلات تحطي تسيبيه يبرد وتضربيه في الخلاط. بنحط الملح وفلفل اسود. معلش عشان لو سمع ضايع هو مستخبي بالريموت. خلاص انا بسجل. هنا بقى شايفين البشاميل بعد ما خلص بصوا مش مكلكع ازاي. معلش بقى يا جماعه عشان لو الصوت يعني بقى ايه كلنا عندنا عيال وربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم. هنا بقى المكرونه بقسمها نصين، النص الاولاني بحط له بشاميل بالمغرفه كده واقلبه. ده اللي انا هحطه في الصينيه من تحت عشان ايه يبقى طعمه حلو، يبقى البشاميل يعني مخلوط في المكرونه كلها مش اللي على الوش بس. بجيب بقى صينيه واحط لها سمنه من تحت في قعر الصينيه كده، وبعدين احط المكرونه اللي انا عملتها وافردها بقى كده بالمعلقه واحط بقى الشاورما عليها اللي انا عملتها. اديني حطيت معلقتين كده مغرفتين بشاميل، وبعد كده احط الشاورما بالشكل ده. وبعدين ايه فردتها بقى على المكرونه كلها، وهاجي بقى في النص التاني اعمل زيها كده برضو حطيتها في البوله دي وحطيت عليها برضو معلقتين بشاميل واقلبها بقى كده، وبعدين احطها بقى ايه على الصينيه زي ما انتوا شايفين. بس بقى احط بقى المكرونه على في الصينيه على اللي انا عملته ده فوق الشاورما، واحط بقى بقيت بقى البشاميل كله فوق المكرونه بالشكل ده. وعندي بقى جبنه تركي او عندك او لو في جبنه شيدر نحطها بقى كده على الوش وخلاص بقى على كده نحطها في الفرن، وفي الاخر بتطلع بالشكل ده. يا رب تكون عجبتكم الطريقة، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو.